واما نتكلم عن الابراج الخاينة لازم نربع كده عشان هنحكي مع بعض كتير. الابراج دي لو ارتبطت بيهم هيخونوك، يعني هيخونوك. حياتهم مليانة خيانة، ما يقدروش يبقوا شخص واحد. صعب، صعب بجد. ابراج ديت بتزهق بسرعة من العلاقة. عايزين على طول علاقات مجددة. بيزهقوا. ما عندكش انت جديد حتى لو جددت لهم على فكرة. لا لا لا، بيتعبوا نفسيا. هم عايزين ناس جديدة، حب، شعللة، غيرة. ما ينفعش يقعدوا من غير خيانة. يعني عليك لو انت ارتبطت بالبرج ده هتتخان، هتتخان، هتتخان. عارفين؟ 5 هتتخان. هيتعبك. يعني احسن لك ان انت تبعد عن البرج ده. لاني بجد الابراج اللي انا هقولها في اخر الفيديو ده ابراج صعبة قوي، وبتكسر قلبك بطريقة وحشة قوي. طبعا الخيانة اصعب حاجة اصلا بتحصل. فتخيل ان انت بتكون بتديله من كل قلبه، يعني بتديله كل حاجة في قلبك حلوة، وهو من قلبه بيديك خيانة وغدر وكذب. لا لا لا، الابراج الخاينه دي صعبه قوي بجد، صعبه في التعامل، صعبه في كل حاجه. انت ما بتبقاش مصدق لهم كلمه. ويعني قلبك الغلبان عشان بيحبهم بيحاول يبرر لهم. بتبرر له وهو بيخونك. انت ليه عامل في نفسك كده يا عم؟ انت مستحمل ليه؟ قولي بس، انت مستحمل ليه؟ مسك عليك زله؟ لا، ما ينفعش تستحملش خيانه حد ليك. انت تستاهل الاحسن. لا، مستحمل وبتبرر وتقول لا يمكن انا غلطان، يمكن انا شكاك، يمكن انا كذاب، وانت عارف ان انت بتتخان. واللي ما يعرفش يعرف ان انت بتتخان. الابراج دي ما بتحبش الا كده، ما بتعرفش تبقى مع علاقة واحدة. انا بقول لكم اهو، الابراج دي نو علاقة واحدة، علاقات متعددة. ايوه. طيب مين الابراج دي؟ اولهم واكتر برج خاين برج العقرب. ايوه. امم تاني برج الثور، من اكتر الابراج الخاينه واللئيمه. بيخون ويكون لئيم عشان ما يتقفش. اه والله زي ما بقول لكم كده. تالت برج الجوزاء. برج الجوزاء بيزهق، بيبقى عاوز تجدد في العلاقه، لانه هو اصلا بيبقى زهقان من نفسه، عنده 100 وش. اه، مستغربين ليه؟ واخر برج القوس. طب ليه برج القوس بيخون؟ لانه بيحب التجديد وبيكره الخنقه. فالعلاقة الروتينية بتخنقه. هو عايز مغامرات، عايز حياة. فأجركم الله من الأبراج دي، فخلوا بالكم منها. قولوا لي انتوا مرتبطين ببرج منهم ولا لا؟ وانت برج ايه؟ لو انت برج من الأبراج دي انا ماليش دعوة. بصلوا على النبي، خلص الكلام، سلام.